الخوف مش من اللي جاي، الخوف من اللي بعد كده. هتقول لي ابو سعيد بيضرب حاجه ولا ايه، يلا عامل، اقول لك استنى، لو في موضوع كبير. الخوف فعلا مش من اللي جاي، الخوف من اللي بعد كده. ليه؟ لان انت ما ينفعش تفكر في اللي جاي، فكر في اللي بعد كده. هتقولي انت بتقول ايه؟ هقول لك تعالى وانا اقول لك ايه بقول ايه. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته، واهلا بكم في حلقه جديده ونهايه باذن الله تعالى. قبل البدايه والنهايه والقصه والروايه، في دعاء لازم نقوله. اللهم ارحم كل من ضحى في سبيل دينه ووطنه، وانصر المستضعفين في فلسطين وسائر بلاد المسلمين، واكفهم شر الاعداء، واكتب لهم نصرا قريبا برحمتك يا رب العالمين. الدعاء ده لازم تقولوه ولازم نقرأه قبل كل حاجة بجد. اللهم انصر اخواننا المستضعفين في فلسطين وفي سائر بلاد المسلمين. طيب، قبل بداية الحلقة ما تنساش تحط اللايك بتاعك الجميل دعما لاخوك محمد ابو سعيد اللي بيسعى جاهدا لإسعادك. اول حاجة معانا النهاردة وهو ايه بقى؟ ترتيبات النادي الاهلي للسوبر المحلي. خش يا باشا كده، والنادي الاهلي ومارسيل كولر بيحضر مفاجأة للسوبر. ايه هي مفاجأة السوبر؟ مفاجأة غير متوقعة جدا جدا، وان مارسيل كولر هيبدأ مبارياته وهو بيهاجم. الاهلي قال لا، انا ليه استنى الاخر ربع ساعة عشان انهي المباراة فيها، وممكن يحصل ازمة وما اقدرش ان انا اتعادل او ما اقدرش ان انا افوز في اخر وقت من المباراة. فليه لا ان انا ابدأ واخلص المباراة في اولها ضغط عالي بكل هجومي. المشكلة فهو ده الطريقة اللي يفكر فيها مارسيل كولر. لكن في ناس من داخل النادي الاهلي بتقول لمارسيل كولر لا، خلي الطريقة دي للمباراة التانية، المباراة النهائية. فانا مش فاهم بجد انت ليه بتفكر في المباراة النهائية وانت عندك ماتش قوي جدا 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 امام سيراميكا كليوباترا، واللعيبة هتبقى داخلة بحماس، داخلة تقتل اللعيبة، داخلة بشراسة غير طبيعية. ليه؟ لان نادي سيراميكا قال للعيبة لو خدنا السوبر كل لاعب هياخد نص ارنب، نص مليون جنيه لكل واحد لو فاز بالسوبر. طب نادي بيراميدز ما عندهمش نصاص، مليون جنيه لنادي لكل لاعب في نادي بيراميدز لو كسبوا السوبر، لكل لاعب. طب النادي الاهلي لا، ما انت ما عندكش خيارات ومش هتاخد جنيه، اهم السوبر ده شرفك. فقدت السوبر فقدت شرفك، وهو ده اللي النادي الاهلي بيصدره للاعيبته حرفيا. عايز تعيد مستواك وعايز تعيد تاني او تسعد جمهورك، خد واكسب السوبر المحلي. طيب مفاجأة مارسيل كولر في التشكيل ان هو ممكن يبدأ باتنين في الوسط كمهاجمين، زي امام عاشور، ويلعب جنبيه قفشه. ما يلعبش امام واكرم ومروان، لا، هيلعب امام وهيلعب قفشه وتحتيهم مروان عطيه، وده المتوقع بشكل كبير جدا، او ده اللي ظاهر من التدريبات. طيب وايه تاني؟ المفاجاه في الباك اليمين وقلق كبير جدا في النادي الاهلي من موضوع محمد هاني واصابه محمد هاني عارفين طبعا ان هو مش هيلحق المباراه. ف مين اللي ممكن يبقى متواجد؟ عندك 3 خيارات: اكرم توفيق، ودي مستبعده شويه، وعمر كمال عبد الواحد، والتالت ده بقى المفاجأة واللي متألق بشكل كبير جدا في التدريبات. ومن هو؟ قول انت من هو، قول. خالد عبد الفتاح هو اللي هتبقى بشكل كبير جدا الاساسي مع مارسيل كولر في التشكيل، لان هو متألق بشكل كبير جدا جدا في تدريبات النادي الاهلي. ده بقى موضوع مباريات السوبر، ولازم نفكر في السوبر، بشكل كبير. واهم حاجه ماتش سيراميكا، لان انت لو ما عدتش ماتش سيراميكا مش هتفكر في بعد كده. فانت فكر في سيراميكا، وبعد كده بقى فكر بقى في الزمالك او بيراميدز ايا كان اللي هيلعبك في النهائي. اهم حاجه ان انت تعدي المباراه الاولى، والباقي كله سهل باذن الله. يعني عدي الاولى وبعد كده نفكر في الثانيه واحده واحده. طيب ندخل بقى في موضوع رمضان صبحي مع النادي الاهلي، والضجه الكبيره جدا اللي حصلت على رمضان صبحي، وحتى ان بقى في
شجار كبير جدا ما بين الجمهور حتى الاهلاوي، بيقول لك ما بين ان انا عايز رمضان صبحي يجي وانا مش عايز رمضان صبحي يجي. رمضان صبحي خاني النادي الاهلي، رمضان صبحي موهبه كبيره وهتفيد النادي الاهلي. فالناس كلها بتتشاجر على هل يجي ولا لا. هل بقى لما انت تتخانق كده رمضان صبحي هيجي النادي الاهلي؟ لا، لا طبعا. احب اقول لك من الصعب جدا بل كاد من المستحيل ان رمضان صبحي يدخل النادي الاهلي. امبارح في حلقه امبارح قلت لك ان انا مش هرد ومش مش 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 هقول رايي في موضوع ان رمضان صبحي يرجع او لا، هسيب الموضوع ده لاداره النادي الاهلي. لكن بصراحه في ناس اجبرتني ان انا ارد على الموضوع. احب اقول لك ان نادي بيراميدز لو دفعت لهم كام مش هيدوك رمضان صبحي. نادي بيراميدز نادي الطموح اللي اتعمل اصلا من اجل ان هو يكايد في النادي الاهلي، مستحيل يديك لاعب كبير زي رمضان صبحي. رمضان صبحي مش في مستواه حاليا نهائيا وما تضمنش ان هو يستعيد مستواه مع النادي الاهلي. طيب ما تطلعوا يا عمي، ما تطلعوا كوبري. طيب هل نادي بيراميدز نايمين على ودانهم عشان ما ياخدوش بالهم من الكوبري؟ لا، نادي بيراميدز مش هيطلع رمضان صبحي الفتره دي خالص. ليه؟ عشان طبعا الكلام اللي طلع على رمضان صبحي. فانا حبيت اقفل لك الباب من دلوقتي. مارسيل كولر قال مش عايز ولا بنوبي ولا عايز زيكو، وشكل ما فيهاش صفقات اصلا. فهو ده مصير صفقات الاهلي. نو ناثينج، مفيش صفقات في النادي الاهلي حتى الان. والقيد هيقفل امتى؟ يوم 25. فانت تلحق تجيب صفقات. الاهلي مثلا هيجيب صفقات وهو مسافر، كل شيء وارد، لسه ما نعرفش ايه اللي ممكن يحصل. فانا حبيت اقفل لك موضوع رمضان صبحي عشان ما يتكلمش فيه كتير. طيب مهاجم تحت السن للنادي الاهلي. هحب اقول لك بقى موضوع المهاجم اللي تحت السن، وعشان برضه ما اتكلمش في الموضوع احب اقول لك رقم واحد من هو المهاجم مرشح ان هو يبقى متواجد في النادي الاهلي او اللي اتقال اسمه السنه الماضيه وبشكل كبير جدا. لو النادي الاهلي بيفكر في مهاجم تحت السن هيبقى هو اللاعب ده. وهو المرشح عنده كام سنتي؟ ده مش بالسنه، ده ما بيتحسبش بالسنه، بيتحسب بالسنتي. 185 سنتي. المهاجم الجابوني رودي جونيور افاخي، هو اسمه غريب تمام. فهو ده اللاعب طبعا نادي جوميل البيلاروسي، بيلاروسيا، فاكرين انتوا بيلاروسيا. لاعب عنده 20 سنه، لاعب تحت السن، لاعب كويس جدا. وده كان بشكل كبير جدا كان معروض على النادي الاهلي في السنه اللي فاتت، لكن عشان ارقامه كانت قليله جدا فالنادي الاهلي رفضه. كان السنه اللي فاتت كان لاعب 23 مباراه، جايب 5 اهداف وصنع 5. طبعا ارقام مش حلوه، ما يلفتش النظر. لكن في الموسم ده عامل ارقام كويسه جدا، واللي هي كان بقى لعب 20 مباراه، سجل 17 هدف وساهم في هدفين. يعني كام؟ 19 هدف او 19 مساهمه من 20 مباراه. دي ارقام تاريخيه، واللاعب ده لازم يجي النادي الاهلي ومرشح بقوه للانضمام الى النادي الاهلي. طيب لما تيجي اداره التخطيط في النادي الاهلي تعرض على مارسيل كولر اللاعب ده مارسيل كولر يرد عليهم بالتالي: مش عايز مهاجم تحت السن. ليه يا عم كولر؟ انا هجيب اللاعب ده تحت السن وهيبقى مصيره زي مصير كريستو، هحنطه، مش هدخله معايا القايمه اصلا، او لو دخلته القايمه مش هلعبه، او في الاغلب مش هيدخلوا القايمه اصلا. مش هيدخلوا القايمه ليه؟ لان الاتحاد المصري سامح بكام؟ 5 كبار فوق السن اجانب و3 تحت السن اجانب، وسامح ب5 بس يبقى موجودين في القايمه. 5 اجانب فقط يبقى موجودين في القايمه. تمام، انت سامح ب5 اجانب يبقى موجودين في القايمه، ليه مخلي عدد ال تحت السن 3؟ فمارسيل كولر طلب من اداره النادي الاهلي: عايزين تجيبوا لاعب تحت السن، خلاص كلموا الاتحاد المصري عشان يكبروا الموضوع شويه، يخلوا مثلا في القايمه 1 تحت السن و5 كبار، او 2 تحت السن و5 كبار، عشان الوضع يتوازن. فعشان كده مارسيل كولر يرفض تماما المهاجم اللي تحت السن، عشان برضه نقفل الموضوع. يعني مفيش مهاجم تحت السن ولا فوق السن. طب ما انت عندك مكان فاضي في القائمه الاساسيه، اللي هو انت المفروض 5 اجانب كبار، عندك 4 بس وعلي معلول خارج القائمه. طب ما انت ممكن تجيب مهاجم كبير، انت ممكن تجيب مهاجم في اي وقت. فلسه برضه نشوف ايه اللي هيحصل. احب اقول لك ان نادي الزمالك شال حمل كبير جدا من على صدره. ايه هو بقى الحمل ده؟ هو الاستاذ عمرو ادهم قال لك نادي الزمالك سدد كامل مستحقات اتشيمبونج.
بصراحه انا مش عارف ازاي اكبر قلعه رياضيه في مصر تسدد مستحقات لاعب في 10 سنين. والله مستغرب جدا. اتشي بونج ده ماشي من 10 سنين، مستحقاته لسه خلصان امبارح النهارده، لسه خلصان مستحقات. فانا مش فاهم بجد. سياسه بقى، سياسه، احنا ملناش دعوه، ده اكبر قلعه رياضيه في مصر يا جماعه، ملناش دعوه احنا بالقصه دي. لكن بعيد عن الموضوع ده، في موضوع كارثه، موضوع كارثه ما ينفعش ان احنا نسكت عنه ولا حد يسكت عنه. موضوع قندوسي اللي ظهر، اعلام الزمالك والاهلي واعلام بطيخ والهنداوي كله اتكلم، كل الاعلام اتكلم عليه، المصري وغير المصري اتكلم بقى. الاهلي مش عارف ايه اللي بيحصل داخل الاهلي، ومفيش لاعب بيدخل الاهلي الا لما بيعدي على ناس كتير عشان يجي النادي الاهلي، وكلاء وشغل بقى وكده. تعال اقول لك حته مهمه جدا 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 تخص نادي الزمالك والكوارث اللي بتحصل في نادي الزمالك. الاستاذ هاني زاده عضو مجلس اداره نادي الزمالك السابق قال لك ايه بقى؟ قال لك انا خدمت الزمالك كتير وانا رئيس منطقه الجيزه لكره القدم، وياما شلت بلاوي سودا وغيرت تقارير حكام، الله اكبر، وجيت حكم وقلت له عشان خاطر ما تشطبش كابتن فلان في الزمالك، وعملت اللي محدش عمله وقرر الجمله دي. ده الاستاذ مين بقى؟ هاني زاده، اللي كان في الوقت ده مين؟ رئيس منطقه الجيزه، وثم بعد كده بقى مين؟ بقى عضو مجلس اداره نادي الزمالك. طبعا ما انت خدمته، لازم تبقى عضو في نادي الزمالك، ده انت خدمه خدمه عمره، ده انت بتغير تقارير تحكيم بقى وحاجات وحركات. هم دول بقى الزملكاويه لما يبقوا في مناصب مهمه في كرة القدم. بيقول لك ايه بقى؟ انا مش عارف الموضوع ده هيعدي ازاي، وانا عارف ان مفيش حد زملكاوي هيطلع يتكلم عن الموضوع، وعايز اشوف بقى ارائكم في الموضوع ايه. انا بصراحه مش عايز انفعل اكتر من كده عن الموضوع. بيقول لك بيقول لك ياما شلت بلاوي سودا وغيرت تقارير وحكام. غيرت تقارير حكام وجبت حكم وقلت له عشان خاطر ما تشطبش كابتن فلان من نادي الزمالك. شكرا، نادي الزمالك اكبر قلعه رياضيه في مصر. دي حلقتنا النهارده، اتمنى والله تعالى الحلقه تكون عجبتكم. لو الحلقه عجبتكم مسجل من اللايك، اشترك في القناه وفعل زر الجرس عشان يوصل لكم كل جديد، وانتظروني غدا باذن الله تعالى في حلقه ناريه. والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.